السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيت أعمل معاكم وصفة مشروب منعش جدا، كلنا بنشتريه من بره، بيكون سعره غالي وطعمه حلو، بنحبه قوي. فاحنا هنعمله النهاردة في البيت بحاجتين بس، مكونين بس هتعملوه وهتبقوا ممتازين فيه، وفعلا طعمه غير. أول حاجة عشان نعمل العصير الليمون بالنعناع هنحتاج 7 ليمونات في الحجم اللي انتوا شايفينهم ده، زي ما انتوا شايفين بالظبط. أتمنى محدش يلعب في الوصفة. أوراق نعناع زي ما انتوا شفتوا برضو نفس الكمية، و7 معالق كبار سكر. ما تقولوليش كتير، لا مش كتير خالص، مظبوطين بالظبط يعني. تمام. الكوباية بيبقى مكتوب عليها اللي هي النص كوباية، الكوب المعياري ده، وعلى الجنب التاني بيبقى مكتوب بالملي اللي هو 125 ملي السكر يعني. تمام. هناخد بقى الليمون اللي احنا هنعصره ليه؟ عشان لما الليمون بيبقى معصور مش بيمرر، حتى لو قعد فترة بقى هنحضره مثلا قبلها وهنسيبه، هيبقى قاعد مش هيحصل له اي حاجة، مش هيمرر نهائي، غير لو عملناه بالقشر. تمام. يبقى لازم الليمون نعصره. وبعدها هنجيب الخلاط بقى اللي احنا هنضرب فيه، وهنحط بقى ايه كل المكونات اللي عندنا. نزلنا بالليمون وحطينا السكر عليه، وهنحط اوراق النعناع. طبعا انا دلوقتي غسلتها وحطيتها، في الاول ما كانتش موصولة، وحطيت 5 كوبايات وربع مية، الكوباية 200 ملي. تمام. اتمنى تلتزموا بالوصفة. بصوا يا جماعة، ولا هتزودوا ولا هتنقصوا، اعملوا زي ما انا عملت بالظبط. هنضربه. تمام. وبعدها هنبدأ نصفيه. هو بيبقى بالشكل ده، الورق بيختفي تماما، بيبقى حاجات صغننة كده خالص، مش بقى يعني بسيطة خالص يعني. تمام. فخلاص هناخده وهنصفيه. لازم طبعا نصفيه، اللي مش عايز يصفيه براحته، بس هو طبيعي لازم هتصفوه. تمام. الجميل في الوصفة دي ان هي اولا انت عاملاها في البيت، ثانيا طعمها رهيب، لا فوق الرهيب بشوية. حطوا لها تلج، هتستمتعوا بيها جدا جدا جدا. بعد كل بقى الأكلات اللي احنا بنحبها دي، أي وجبة مثلا فيها نسبة دسم، فيها حاجة، لازم بعدها عصير ليمون. وحتى من غير دسم ولا أي حاجة، عصير الليمون ده بالنعناع حاجة رهيبة خالص. أكيد أكيد إن شاء الله يعني هتجربوها، وإن شاء الله أنا ضامنة إن هي هتعجبكم قوي وهتعتمدوها. وبجد ما تلخبطوش المقادير، فاهمين يعني؟ زي ما انا عملت اعملوا، ما تفتكسوش حاجات من عندكم. تمام. يعني انا بصوا عامله لكم يعني حتى الميه مظبطه المقدار بتاعها، عشان يبقى الموضوع سهل عليكم خالص. وخلاص طبعا بما ان انا يعني مش من الناس اللي مش بتحط تلج، ما دام احنا مش في الصيف، فمش حاطه تلج. انتوا بقى في الصيف ان شاء الله هتحطوا له تلج، دلوقتي مش هتحطوا، عايزين تحطوا برضو مفيش مشاكل، ان شاء الله هيعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.